اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، روتين جديد. روتيننا النهارده قوي جدا ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض، هنجهز طبعا الغدا مع بعض، وغدانا النهارده هيبقى قرنبيط. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه وهيطلع معاكي زي السكر. وكمان هنخلل مع بعض مخلل اللفت، ده بقى الموسم بتاعه، وان شاء الله النهارده هنخلله. وهقولك على تريكايه كده في مخلل اللفت هيفضل مقرمش معاكي لحد اخر واحده في البرطمان. قبل بقى ما نشوف الفيديو، لو بتشوفوني اول مره، انا ام رودي، ودي قناتي ام رودي في المطبخ. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف يومنا النهارده ازاي. اول حاجه كده يا بنات، كنت جايبه لفت زي ما قلت ان احنا هنخلي النهارده اللفت. اول حاجه كده جبت اللفت نقعته في ميه، يعني اهم حاجه كده تنقعيه كده لمده ربع ساعه كده، من ربع ساعه لنص ساعه كده في ميه، عشان ايه؟ يبقى سهل معاكي في الغسيل. تمام. حطيت كده اللفت كده في اطباق، وسبته كده حوالي ربع ساعه. بعد بقى ما نقعت اللفت من نص ساعه لربع ساعه، ابتديت بقى ايه؟ اشيل الجزء اللي من تحت ده اللي هو لونه اصفر ده، هبتدي ان انا اشيله، ملهوش اي لزوم طبعا. وابتديت بقى انضف اللفت كويس، اي حاجه كده مش عجباني ابتديت ان انا اشيلها. احنا عارفين طبعا ان اللفت بيحتاج غسيل كتير. تمام. فلازم تنقعيه، يعني نقعيه كده عشان يبقى سهل معاكي في الغسيل. انما لو جبت اللفت وابتديتي ان انت تغسلي فيه على طول هيبقى متعب. فانت طبعا انقعيه، طبعا الطين هينيخ، فهيبتدي ايه؟ سهل معاكي في الغسل، مش هياخد وقت. تمام. وكمان عشان يا بنات احنا لما بنجيب اللفت بنجيبه كتير شويه، يعني بنجيب 3 كيلو ولا 4 كيلو، فالكميه بتبقى كبيره، فبياخد غسل كتير. فانت لو نقعتيه هيبقى معاكي سهل في الغسل، يعني نسهل على نفسنا كده وننقعه من ربع ساعه نص ساعه كده، وهتغسليه هيبقى سهل معاكي. طبعا احنا عارفين ده موسم اللفت، طبعا كده روايح الشتاء تهل علينا، يبقى ندور في الاسواق على اللفت، على القرنبيط، على البرتقال، على اليوسف افندي، كلات الشتاء، الحاجات الجميله دي اللي احنا بنحب الشتاء عشانها. حتى هو يا بنات نازل الاسواق رخيص، مش غالي، يعني ب5 جنيه كيلو. طبعا احنا المصريين لازم نخلل جنب الاكل، احنا الراعي الرسمي لاي وجبه اكل لازم طبعا مخلل. فاحنا بقى نعمل مخلل في البيت، منشتريش بقى مخلل من بره، نعمله في البيت، حاجه كده مضمونه وحاجه انتي عاملاها بايديكي، ونضيفه زي العسل. تمام. بعد بقى ما غسلت اللفت كويس، ابتديت بقى اقطعه التقطيع على حسب ما انتي عايزه. يعني قطعي، حتى لو انتي تقطعي تقطيع عشوائي اي حاجه، مش هديكي يعني اقولك مثلا لازم صوابع مكعبات، لا، زي ما تحبي. تمام. وانتوا شايفين هنا بقطع تقطيع عشوائي، مره بالطول ومره بالعرض ومره مربع، يعني اي حاجه. تمام. بس اهم حاجه يعني السمك يبقى متساوي، عشان لما يستوي كله زي بعض، ما تبقاش واحده مثلا السمك بقى تخين شويه او واحده رفيعه، فايه؟ السوا بتاعها هيختلف. يعني هتبصي كده هتلاقي مثلا المخلله دي استوت بسرعه ودي لا، فناخد بالنا من الموضوع ده. نيجي بقى نعمل محلول التخليل. عندي بقى 4 معالق كبار من الملح، عليهم معلقه كبيره من السكر، وبنجرايه صغيره مبشوره. طبعا معلقه السكر زي ما احنا عارفين بتخلي اللفت مقرمش لحد اخر واحده في البرطمان، هي دي التركايه اللي انا بقول لكم عليها. بلاش نكتر بنجر في مخلل اللفت. البنجر بيخلي اللفت بيسود، يعني البنجر الكتير هيخلي معاكي اللفت يسود. يعني في كتير ناس قالت لي انا بعمل المخلل اللفت وبيسود مني. اكتر حاجتين بتخلي اللفت يسود، اول حاجه البنجر الكتير، لان انا بشوف ناس بتحط بنجر بطريقه فظيعه في مخلل اللفت، هو ده اللي بيخلي اللفت يسود منك. دي اول حاجه. الحاجه التانية ان البرطمان ما بيبقاش مقفول كويس، فاللفت بياخد هوا فبيسود منك. اكتر حاجتين دول بيخلوا اللفت يبقى اسود. تمام. نقفل البرطمان كويس جدا، ولو عندك البرطمان مش بيقفل كويس تقدري تحطي كيس وبعد كده تقفلي ايه؟ الغطا بتاع البرطمان، عشان ما يدخلش ايه؟ هوا لمخلل اللفت يخليه يسود. دي اكتر حاجتين بتخلي مخلل اللفت يسود. ناكل بقى مخلل اللفت بعد كام يوم؟ هناكله بعد 6 ايام. قبل ال6 ايام منحاولش ان احنا نفتح البرطمان اصلا، منجيش جنبه. تمام. يعني احنا لو فتحناه قبل ال6 ايام، اول حاجه هيكون لسه مستواش وهياخد هوا وهيسود منك. تاني حاجة اول ما تيجي تاكليه هتحسي ان هو لسه حراق لانه لسه مستويش، طبعا طعمه هيبقى مش مظبوط خالص. فاحنا بقى نخليه 6 ايام، وبعد كده ناكل منه، هتاكلي احلى لفت، هيبقى معاكي زي السكر. تمام يا بنات. نيجي بقى نجهز الغدا مع بعض، والنهارده هنعمل قرنبيط. هنعمل بقى القرنبيط. اول حاجه كده بقطع القرنبيطايه
على حسب بقى الحجم زي ما تحبي، عايزاها كبيره عايزاها صغيره، يعني زي ما انت عايزه. انا مخليها كده في المتوسط، ما بحبهاش ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. لو كبيره قوي هتاخد وقت معاكي في السلق، ولو صغيره قوي هتتهري معاكي في السلق. تمام. خلصت بقى تقطيع القرنبيط، وهبتدي بقى ان انا اغسله غسله محترمه. لازم يتغسل غسله كويسه جدا. احنا عارفين طبعا ازهار القرنبيط لازم تتغسل كويس، لان طبعا ايه، ممكن يبقى فيها طين، يبقى فيها حاجه. فابتديت بقى كمان اشيل اي حاجه كده، يعني بيبقى فيها حاجات صفرة كده، ابتديت ان انا اشيلها بالسكينه. وبعد كده ايه، هغسلها مره تانية. يعني غسلتها مره واتنين وتلاته. الحاجات دي يا بنات لازم تتغسل كويس. وبعد ما تتغسل كويس، يعني الخضار الفاكهة لازم بعد ما نغسلها لازم ننقعها في خل. يعني هننقع الخضار او الفاكهة من 10 دقايق لربع ساعة في الخل. بس الورقيات زي السبانخ والكزبرة الخضراء والحاجات دي ما ننقعهاش كتير، لان الخل بيأثر عليها. يعني 5 دقايق 6 دقايق كده، واجي ايه اغسلها تاني من الخل. انما طبعا الطماطم الفاكهة لازم تتنقع كويس الخل من ربع ساعة لنص ساعة. بعد بقى ما غسلت القرنبيط كويس جدا، هبتدي بقى ايه انقعه في خل زي ما قلنا لمدة ربع ساعة. يعني من ربع ساعة ل10 دقايق كده هسيبه كده منقوع في الخل. تمام يا بنات. بعد بقى يا بنات ما غسلت القرنبيط، هبتدي اعمل الخلطة بتاعت القرنبيط. عندي معلقة كبيرة من الثوم المهروس او 5 فصوص ثوم، وكمان عندي نص حزمة من الكزبرة الخضراء. هعمل ده كله كده في الهون. انا بحب اعمل خلطة القرنبيط او الدقة بتاعت السمك، بحب اعملهم كده في الهون، ما بحبش اعملهم في الكبة. انت عايزة تضربي ده كله كده في الكبة زي ما تحبي. تمام. هبتدي كده اقطع الكزبره الخضراء. هبتدي يعني اقطعها تقطيع عشوائيه كده، لانها كله ايه هيتدق مع بعضه في الهون، ما حطيتش اي توابل. وهنا بالنسبه للثوم يا بنات، انا الثوم بجيبه كده كيلو او 2 كيلو، افصصه. وبعد ما افصصه اضربه في الكبه مع ايه، معلقه من الملح. وبعد كده هبتدي احطه في علب بلاستيك، واحط عليهم ايه كده معلقتين 3 من الزيت على وش التوم، واحطه في الفريزر. بيقعد معايا مده. بصراحه بستعمله على طول، ما بخليش عندي التوم صحيح. دايما بعمل الموضوع ده. تمام يا بنات. خلاص كده دقيت ده كله كده مع بعض، وكانت الخلطه ريحتها تحفه بجد. يعني الحاجه لما انت بتدقيها في الهون بيبقى ليها ريحه تانية غير ما بتضربي كله في الكبه. اعمل بقى القرنبيط بتاعي النهارده ببيضه واحده. تمام. انا ما بحبش البيض الكتير في القرنبيط، وعامه انا ما بحبش الوصفه اللي فيها بيض كتير، ما بحبش ان انا اعملها اصلا. انا خدت فتره كده بعمل القرنبيط من غير بيض، لاني بجد انا ما بحبش اي وصفه. يعني باجي اشوف وصفات القى فيها بيض كتير، لا خليك على جنب مش هعملك، لاني بجد انا ما بحبش البيض الكتير في الاكل. تمام. اول حاجه كده حطيت البيضه، وهبتدي احط التوابل. عندي نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره. هظبط بقى الملح، متنساش بقى الفلفل الاسود، لان طبعا طول ما فيه بيض يبقى فلفل اسود. حطيت رشه من الفلفل الاسود، وعندي كوبايه من الدقيق. هبتدي انزل كده بالكوبايه، وهخلي كده 3 4 معالق على جنب. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من النشا. النشا بيخلي القرنبيط مقرمش لحد اخر واحده. تمام. لحد ما تاكليه القرنبيط بيفضل مقرمش معاكي. هقلب كله مع بعض، وعندي كوبايه من الميه هبتدي انزل بيها تدريجي كده لحد ما الخلطه تظبط معايا. حسيت ان الخلطه قليله، لان انا عندي كميه القرنبيط كتيره، يعني القرنبيطه ما شاء الله كبيره. فزودت ايه، يعني زودت الخلطه. كان عندي 3 4 معالق من الدقيق حطيتهم، وحطيت عليهم ايه نص معلقه كمان من النشا. تمام. قلبت كله مع بعض كده، وخلاص كده الخلطه بتاعتي جاهزه. نيجي بقى لسلق القرنبيط. عندي ميه بتغلي، معلقتين صغيرين من الملح، رشه من الكمون. وهبتدي اسلق القرنبيط. طبعا سلق القرنبيط يختلف تماما عن سلق الكرنب. سلق الكرنب مش بياخد وقت في السلق، انما القرنبيط يعني بياخد حبه كده على النار شويه، لان طبعا القرنبيط مش ورق زهر، فايه بياخد حبه كده على النار. وكمان هنسيب تركايه بسيطه كده في القرنبيط، هتستوي لسه في الزيت. تمام. يعني ما اهريش القرنبيط زياده عن اللزوم، عشان لسه هيستوي مره كمان في الزيت. تمام. رفعت كده القرنبيط. في ناس كتيره بترفع القرنبيط كده على ميه ساقعه عشان ما يكملش السوا بتاعه. لا، انت طلعيه كده تركايه بسيطه، وما تحطيش عليه اللي انت هتطلعيه. الحطه التانية اللي انت هتطلعيها ما تحطهاش على القرنبيط عشان ما يتهريش معاكي. نيجي بقى يا بنات نقلي القرنبيط. نحط بقى القرنبيط او ازهار القرنبيط في الخلطه، بس نغلفها كويس بالخلطه. عندي الزيت يبقى سخن، ما يبقاش سخن كمان زيادة عن اللزوم، عشان طبعا احنا عارفين ان الوصفه فيها بيض، والبيض بيخلي الحاجه تاخد لون بسرعه. فاهم حاجه يبقى سخن بس ما يبقاش مقدوح. هبتدي بقى احط القرنبيط في الزيت زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي ايه اول ما يتشمع وياخد لون بسيط من تحت، هبتدي ان انا اقلب القرنبيط من جميع الاتجاهات طبعا عشان ياخد لون دهبي. طبعا ومعلقه النشا هتخلي القرنبيط يقرمش بسرعه معاكي في الزيت. يعني مش هيبقى القرنبيط
يعني طري زياده عن اللزوم، انت بتقلبيه في الزيت. تمام. هبتدي كده اقلب القرنبيط لحد ما ياخد لون ذهبي. طبعا يا بنات اول ما ابتديت ان انا اقلي القرنبيط نزلت في الزيت كان سخن وعلى درجه حراره عاليه. بعد كده اول ما لقيت شمع كده من تحت ههدي النار على نار متوسطه كده لحد ما يستوي وياخد لون ذهبي. طبعا احنا سيبنا القرنبيط في تركايه كده، قلنا هيستوي في الزيت. طبعا لون القرنبيط كده تحفه. هبتدي ان انا ارفعه من الزيت. انت عايزه تغمقي اللون اكتر من كده، عايزه تفتحي، على حسب ما انت عايزه. انا بالنسبه لي كده زي القمر كده ولونه تحفه. هبتدي بقى ارفعه من الزيت. طبعا يا بنات القرنبيط ليه وصفات كتير غير القليه. طبعا القليه دي الوصفه التقليديه اللي احنا بنعملها على طول، بس طبعا في قرنبيط اللهم صل على سيدنا محمد بنعمله بشاميل، في عجة القرنبيط، في وصفات كتيرة بالقرنبيط، يعني مش الوصفة بس التقليدية اللي هو بيتقلي بس. تمام. وفي كمان بنعمل مخلل القرنبيط بيبقى تحفه. وكده يا بنات يكون غدانا جاهز. شايفين شكل القرنبيط ازاي؟ ما شاء الله تحفه، ولونه ما شاء الله زي العسل ومقرمش، وكان طعمه مسكر تحفه بجد. يعني كان ما شاء الله، يعني القرنبيطايه نفسها كده طعمها مسكر. وعملت طبعا بطاطس مقليه، وعملت كمان سلطه خضراء. ربنا يحفظ علينا نعمه واتغدينا والحمد لله. ونيجي بقى لغسيل المواعين، اللي هو طبعا زي ما بقول في كل فيديو، غسيل المواعين مش بيخلص خالص. المهم اول حاجه كده كان عندي كوبايات ابتديت بيها الاول. زي ما قلت طبعا انا بحب ابتدي بالكوبايات الاول، ما بحبش احط المواعين كلها في الحوض. هفضل اقول على طول انا ما بحبش احط المواعين كلها في الحوض. يعني في ناس كتير تقولي انت ليه ما بتحطيش المواعين كلها وتبتدي تغسلي؟ لا، انا ما بحبش الحوض يبقى يعني زحمه كده، بحب اغسل الاول الكوبايات الاول واخلص الكوبايات وابتدي اجيب جزء جزء من المواعين. ما بحبش احط المواعين كلها في الحوض، ما بحبش خالص الموضوع ده. حتى يا بنات لما بيبقى المواعين كلها في الحوض انت نفسك مش هتعرفي ترتاحي تغسلي المواعين كلها. يعني لو معاكي حلل، معاكي بلاستيكات، الحاجات دي بيبقى كبيره فالحوض صغير، فانت مش هتعرفي اصلا تغسلي المواعين كويس. المهم يا بنات ما علينا. احنا عارفين طبعا يا بنات ان غسيل المواعين في الشتاء رخم قوي، يعني بيبقى رخم بجد، بس هنعمل ايه برضه؟ ورانا لازم هتغسل. ودايما المواعين بتصادف ان انت لازم بتغسليها الصبح بدري او بالليل، يعني بالذات وجبه العشاء دي، يعني بعد ما تخلصي العشاء لازم المواعين، لازم المطبخ يبقى نظيف او يبات نظيف من بالليل. المهم يا بنات ده كان نهايه الفيديو. بتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.